فيديو جديد وموضوع كيقطع القلب. تخيل معايا في ليله وضحاها واحد من اكبر البلدان العربيه والافريقيه كتحول لجحيم. ما كنهضروش على شي فيلم ديال نهايه العالم، كنهضروا على السودان. في 15 ابريل 2023 ناضت الحرب اللي سميتها حرب الجنرالات. الخرطوم اللي كانت منوره اليوم ولات مدينه ديال الاشباح. شكون هاد الجنرالات؟ علاش تقاتلوا؟ وكيفاش هادشي وصل لدرجه ان البلاد كلها كتموت بالجوع؟ اليوم غادي نفتحوا الصندوق الاسود ديال هاد الحرب وغادي نكتشفوا الاسرار اللي ما كيبغيوش الاطراف يتكلموا عليها. ركز معايا مزيان، القصه عميقه وخطيره بزاف. باش نفهموا شنو واقع خاصنا نرجعوا اللور شويه، بالضبط من بعد ثوره 2019 اللي حيدات حكم عمر البشير. في ذيك الوقيته الجيش والعسكر تحالفوا مع المدنيين باش يسيروا البلاد، ولكن التحالف كان ضعيف وهش. الاطراف الرئيسيين في هذه الحرب هما جوج: الجنرال عبد الفتاح البرهان اللي هو قائد الجيش الرسمي للدوله، كيشوف راسه هو الممثل الشرعي، تيقول انا اللي خصني نحكم. والطرف الثاني هو الاقوى في الشارع، هو الجنرال محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، قائد قوات الدعم السريع. هادو ولاو عندهم الفلوس وكانوا الميليشيات سميتهم الجنجاويد، ومن بعد ولاو قوه عسكريه هائله. الخلاف وصل للذروه فاش خاصهم يدمجوا هاد قوات الدعم السريع في الجيش الرسمي. حميدتي قال لهم انا غندمج ولكن بالشروط ديالي، وهو عنده مصلحه كبيره حيت القوه ديالو مسيطر على مناجم الذهب وموارد ضخمه في دارفور. يعني الخلاف ما كانش على شكون يلبس الكاسكيطه، كان على شكون ياكل من الكعكه ديال السودان كامله. ايوا سيدي، فاش فشلت المفاوضات قرر حميدتي يدير ضربه استباقيه. القوات ديالو تفرقت في الخرطوم بحال الظل، هجموا على المطارات وعلى المقرات الرئيسيه. الجيش الرسمي لقى راسو محاصر وقرر يستعمل الورقه الرابحه ديالو اللي هي الطيران الحربي. الحرب تحولت لكابوس حقيقي. الدعم السريع كيدخل للديور وكيستعمل المدنيين كدروع بشريه، والجيش كيضرب من الفوق. ولكن البلاصه اللي تفرقعت اكثر هي دارفور. هنا الصراع القديم ديال القبائل تزاد، والفضائع اللي وقعت في الفاشر وفي الجنينه لا يمكن للعقل ان يتقبلها. تقارير دوليه كتهضر على جرائم حرب يندى لها الجبين. ولينا كنشوفوا محاولات صلح مره في جده ومره في مدن اخرى، ولكن كلشي كيفشل. علاش؟ حيت الطرفين سيدي ما عندهمش النيه يوقفوا الحرب. كل واحد كيشوف باللي خاصو يحسمها عسكريا قبل ما يجلس على طاوله المفاوضات. السؤال اللي خاص كلشي يسولو: شكون كيعاون هاد الجنرالات؟ منين كيجيبوا هاد الفلوس وهاد السلاح كامل؟ هادشي ماشي حرب سودانيه 100%. السودان ولا ساحه صراع اقليميه. تقارير دوليه كتاكد باللي كاين دعم عسكري ولوجستي كيوصل للاطراف بجوج من قوى خارجيه. هاد القوى عندها مصالح في السودان، يا اما في الثروات، يا اما في السيطره على البحر الاحمر، يا اما في اضعاف دول اخرى. هادشي هو اللي مطول الحرب. كل واحد فيهم كيخلص، ولكن الشعب السوداني هو اللي كيدفع الفاتوره بدم. الامارات وروسيا كتدعم الدعم السريع، وكاين قطر والسعوديه وتركيا ومصر كتدعم الجيش السوداني. والاخطر من هادشي كامل هي الكارثه الانسانيه اللي عايشها السودان. السودان اليوم عنده اكبر ازمه نزوح في العالم عباد الله. الملايين ديال الناس هربوا من ديورهم، وتصور الملايين ماشي 100 ولا 100 الف، انا الملايين. والبلاد داخله في مرحله مجاعه الكبرى. تصور الملايين هادو ملي هربوا ما عندهم لا خدمه لا والو، منين غادي ياكلوا؟ تخيل معايا دوله كامله قادره تموت بالجوع حيت جوج ديال القاده قرروا يتحاربوا مع بعضياتهم. لا حول ولا قوه الا بالله. اذا شنو هي النهايه المنتظره لهذه الحرب؟ واش السودان غادي تفكك ويتقسم على حسب مناطق السيطره، ولا واش غادي ينجح الضغط الدولي في ايقاف هذه المجزره؟ الاكيد ان المستقبل ما كيبشرش بالخير، وما دام المصالح الخارجيه والداخليه كتلعب دور كبير غيبقى الشعب السوداني هو الضحيه الوحيده. مع الاسف هذا هو الوجه الحقيقي ديال حرب السودان. والسؤال الاهم: شنو هو الدور ديالنا كعرب وافارقه في ايقاف هذا النزيف؟ اعطيونا ارائكم وتحليلاتكم في التعليقات. ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش نوصلوا هذه الرساله لاكبر عدد من الناس. تهلاو.